وزي ما انتم شايفين كده اشاير الاعمده برغم ان هي بقالها سنتين معرضه للعوامل الجويه رجعت جديده تاني وكأن الحديد لسه طالع من المصنع حالا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المتعارف عليه ان اشاير الاعمده لما بتتساب معرضه للعوامل الجويه بيحصل لها اكسده او بدايات صدى او احمرار في الحديد. في الموقع اللي احنا فيه دلوقتي اشاير الاعمده دي بقالها اكتر من سنتين معرضه للعوامل الجويه، واشاير الاعمده ما شاء الله كأن الحديد بتاعها لسه خارج من المصنع حالا زي ما انتم شايفين كده. طب ازاي بقى عملنا الكلام ده؟ بعد ما صبينا السقف اللي احنا واقفين عليه ده على طول دهنا كل اشاير الاعمده بالشحم، وبعد ما الشحم نشف نسبيا رحنا عاملين عليه طبقه اسمنت فوق الشحم، وسيبنا الاشاير اكتر من سنتين عليها الشحم وعليها الاسمنت. ولما جه المالك او صاحب العماره قرر ان هو يشتغل في الاعمده او يكمل العماره شلنا الشحم ده. طبعا موضوع ان احنا نشيل الشحم وطبقه الاسمنت اللي على الاشاير ونرجعها جديده كده موضوع مهلك جدا وبيحتاج عماله مدربه. طب انت بقى لو عملت كده، لو حطيت شحم او طبقه اسمنت وحبيت تشيلها بعد كده تشيلها ازاي؟ هقول لك بس بعد ما اوريك الاشاير بعد ما رجعت جديده. زي ما انتم شايفين كده العمود وكأن الحديد لسه خارج من المصنع حالا، معلهوش اي بواقي اسمنت، معلهوش اي بواقي شحم، معلهوش اي اكسده او بدايات صدى. العمود بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده كأن الحديد لسه خارج من المصنع، كأنه لسه ما جاش الموقع اصلا. مش العمودين دول بس كده، ده كل اعمده المبنى كده. هوريكم عمودين كمان وبعدين اقول لكم ازاي وصلنا للمرحله دي. لو انت بقى عملت شحم على اشاير الاعمده وعايز ترجع اشاير الاعمده دي زيرو تاني، طبعا ما ينفعش تصب خرسانه على شحم او على لباني اسمنت. ففي الحاله دي بتجيب ايه؟ بتجيب بنزين. البنزين ده بيه هتشيل الشحم من على اشاير الاعمده، بعد كده هيتبقى بواقي شحم وهيتبقى طبقه نتيجه الاسمنت مع الشحم على الاشاير. هتشيلها بالفرش السلك اليدويه وهتشيلها بالفرش السلك اللي بتركب في الصواريخ. الموضوع ده بياخد وقت شويه بس في النهايه النتيجه بتكون ممتازه جدا، والاشاير بترجع جديده تاني ما فيهاش اي اكسده او بدايات صدى، ما فيهاش اي بواقي اسمنت، وبتشتغل وانت مطمن بنسبة 100%.